اشتري من بره احسن، بلا وجع قلب. صدقيني زي ما بقولك كده، وجع قلب على الفاضي. هلكة نفسك وهلكة صحتك، ده كفايه شيلة الفرشه بس اللي كل شويه نغيرها يا شيخه. وجع قلب على الفاضي. كده كده بتحطي علاج زيك زي بره، ما خليتيش حاجه اساسا للفراخ اللي بره. كده كده بتحطي علاج وبتحطي مضادات حيويه، ده انت هاريه الفراخ من اول يوم استقبال مضادات حيويه. خليتي ايه للفراخ اللي بره؟ انا عاوزه اعرف حاجه، هدف التربيه المنزليه ايه غير ان انت تاكلي عيالك حاجه نظيفه من غير ادويه ولا مضادات حيويه؟ هو ده اللي اعرفه عن التربيه المنزليه. غير كده ما تقوليش ان انت بتاكلي عيالك حاجه نظيفه في البيت. هدف التربيه المنزليه ان احنا نربي من غير علاج، زيرو علاج زيرو مضادات حيويه. هو ده اللي اعرفه عن التربيه المنزليه، غير كده ما تقوليليش. شايفه الفراخ اللي قدامك دي عمر 33 يوم، 33 يوم بالظبط، من غير علاج، من غير نقطه علاج واحده كده، ولا خلطات المحشي اللي بتحطوها، ولا حاجه تفجر الاوزان ولا تفجر الكلام الفاضي ده. كل شويه افتح الفيس او اليوتيوب الاقي حد منزل لي الحاجه اللي هتفجر لك اوزان الفراخ. صدقيني ما بتفجرهاش، دي بتفجر مصارينها ومرارتها. مش كل حاجه تجربوها في فراخكم. امشوا، يعني ربنا خلق لها كده وقت محدد تكبر فيه. انا قلت لكم ما تستنوش اوزان غير بعد ال30، هو ربنا عاملها لها كده. فمش احنا مش هننفخها بقى قبل ال30. طالما صحة الفراخ كويسة يبقى خلاص هي هتكبر لوحديها، ومش سردة. اهم حاجة تكون مش سردة. تعالي بقى اوزنها لك واوريك اهو. تعالوا هنوزن عشوائي من غير مونتاج. فراخ الميزان مظبوط اهو. هجيب لكم من جوه بتشرب. تعالي بشربي بعد ما تتوزن اهو. اقعد مش هنعمل حاجه. انا بصور بايد وبوزن بايد اهو. هي 2 كيلو اهي، عمر 33 يوم، من غير علاج من غير حاجه اهو. تعالي اهو، عشوائي عشوائي صدقوني، ما بنقيش الفراخ اهو. اهو 2 كيلو، وما خلصوش العلب بتاعهم على فكره، بتفضل لهم شكاره ونص. هو انا هخليهم الا 40. هجيب لكم من جوه اهو، هجيب لكم من جوه. هي الفراخ كلها احجامها حلو، بس في اكبر من كده هوريكم دلوقتي. في اكبر من كده اهو. يعني هي الفراخ ربنا يزيد ويبارك اوزانها جميله اهو. اهو شايفين 2 كيلو ونص من غير اي حاجه، لا ادويه بقى ولا علاج ولا اي حاجه. كفايه كده ولا اوريكم تاني؟ انا بصراحه تعبت والفراخ تعبت، فكفايه كده. انتوا بس امشوا على الميه النظيفه والعلف، هو ده كل اللي انتوا تعملوه. لكن تجربي بقى خلطات، الخلطات دي صدقيني حطيها على المحشي زي ما بقولك كده. ظبطي التهويه، ظبطي الحراره، ما تحطيش علاج، ما تحطيش علاج في الاستقبال خالص. هو ده اللي بيجيب اجل الفراخ عندك. يعني انا شايفه الفراخ اهي من غير علاج ولا من غير حاجه زي الفل. بنهلكها ليه بالعلاج؟ ما تهلكيش فراخك في العلاج على الفاضي صدقيني. يعني انت كده بتجيبي اجلهم على الفاضي، بتعجلي بالموضوع ده. ان شاء الله الفراخ دي هخليها ل40 يوم، علشان انا لو بعت دلوقتي هخسر فيها. الفراخ دلوقتي برخص التراب، يعني رخيصه جدا. وانا لو بعت على الاوزان دي، انا جايبه الكتكوت ب20 جنيه، لو بعت بالاوزان دي هخسر كتير. ان شاء الله اليوم اللي هبيعها فيه هعمل لكم فيديو، هقول لكم مكسبي واقول لكم كل حاجه، يعني مكسبي بالظبط. مش هخبي عليكم اي حاجه، عشان اللي عاوز يعمل مشروع ولا حاجه يعمله، وربنا يفتحها في وشنا وفي وشكم جميعا. هقول لكم كل حاجه. والفراخ دي هخلي منها 10 ليا وهبيع 30، لان انا كده كده عندي، يعني عندي فراخ من الدوره اللي فاتت، واحنا دلوقتي صايمين، كل سنه وانتم طيبين. وكمان عندي حمام وعندي ارانب وعندي حاجات كتير، يعني ربنا يزيد ويبارك. قولوا كده ما شاء الله، قولوا اي حاجه يعني كده، ذكر ربنا الحاجه يعني ربنا بيبارك فيها باي كلمه حلوه كده منكم. مش حسد ولا حاجه، بس هو ذكر ربنا لما بنذكره في الحاجه حاجه حلوه. تمام كده. افتحي فتحه تهويه حتى في الشتاء، بس ما تكونش مباشره على الفراخ، خليها فوق. بص انا عامله الشباك فوق ازاي،
اهو. الشكاره كده كده دي بتدخل برضو هوا، يعني مش حايشه كتير، يعني بتدخل هوا، بس انا قافله نص الشباك اهو من فوق علشان يعني الهوا ما يكونش مباشر عليهم ويبردوا مني. طبعا انا بشيل الفرشه دي يوميا، يوميا بشيل الفرشه دي. ليه بقى؟ لان هي المكان زي ما انتم شايفين صغير، وهم يعني ربنا يزيد ويبارك عدد كبير شويه، يعني 40 فرخه في المكان ده، فلازم بتتبل على طول تحتيهم، فلازم ان انا احوش الفرشه على طول عشان السطح كمان ما يبوظش مني، فلازم اشيل الفرشه على طول. نعم تعب شويه، بس عارفه ان انا باكل عيالي ايه، بتعب يعني، ما بقولكوش ما بتعبش، يعني الواحد اساسا صحته دلوقتي مش لاقيها في الشارع، يعني الواحد صحته بقت على قده برضو، كل ما الواحد يكبر كل ما صحته بتبقى على قده. وكل شويه طبعا نظافه البيت تحت ونظافه الفراخ فوق ومش عارفه ايه، يعني هلكه بس مش على الفاضي، مش هنقول على الفاضي، لان احنا عارفه في الاخر انا باكل عيالي حاجه نظيفه، باكلهم حاجه من غير ادويه ولا علاج. لكن الحاجات اللي بره مليانه ادويه، بيدوها حاجات كده عشان تكبر وتتنفخ وبسرعه، يعني هم مش هيخلوها 40 يوم زينا كده، لا، احنا بنخليها 40 يوم عشان تدي وزن معانا. يعني في، على فكره شفتوا الفرخه اللي هي قربت على، يعني قربت على 3 كيلو، 2 كيلو ونص، دي بتبقى فرز، في منها كل يعني الاحجام دي كلها بتبقى في الدوره، اسمها فرز ديوك، بتبقى اغلى شويه عن بقيه الفراخ 5 جنيه، كلهم بيبقى فرز ديوك كده، فهتلاقيهم كلهم احجامهم كده يعني، بس بيبقى غالي شويه. لو انت عايزه تجيبي فراخ تكبر معاكي بسرعه اسمها فرز ديوك، هاتيها فرز، هم كلهم ديوك خلي بالك، بس ده بيبقى يعني درجه اولى، يعني بيبقى اللي هو فرز اول، فبيكبر معاكي بسرعه، غير بقيه الفراخ اللي عندك دي هتلاقي 2 كيلو، هتلاقي كيلو ونص وعلى فكره عندي 2 عندهم كساح، يعني عادي، يعني انا مش هقول لكم ان انا كل الدوره كده بسم الله ما شاء الله عليها حلوه، لا، في 2 عندهم كساح، واحد عنده يعني كيلو ونص وواحد كيلو، عشان ما بقاش برضو ان انا اوفر في الاوزان، بس هي اغلبيه الدوره احجامها حلوه، اقل حاجه 2 كيلو ونص من اللي هم سلام، مش اللي هم عندهم، لا 2 كيلو يا ربي، اللي هم سلام مش عندهم كساح، اللي عندهم كساح واحد في كيلو والتاني كيلو ونص. بس هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم النهارده، واوريكم اوزان الفراخ عشان تتشجعوا كده وتبطلوا علاج. انا عملت كذا فيديو في القناه، انا حاسه ان انا زهقت لكم، صدقوني، كل القنوات كل اللي هو الفيديوهات بتاعتي عباره عن ما تحطيش علاج، ما تحطيش علاج، لان انا جربت اصلا، انا في فيديوهين عملتهم ندمانه ان انا عملتهم وسايباهم على القناه ذكرى ليا، عشان ما اعملش حاجه تاني مش مقتنعه بيها. لما انا مش مقتنعه بالحاجه دي طالعه اقولها للناس ليه؟ يعني الشطه والكمون والليمون ده يتحط على الشيبسي، ما يتحطش للفراخ، ما يتحطش للفراخ ابدا. الفراخ دي ليها حاجه معينه، اكل نضيف وميه نضيفه. لو صدفت لا قدر الله لقينا تعبت يعني تعبت قوي، بنجيب لها علاج، بنجيب لها العلاج المناسب. تمام. في ناس بقى بتبقى اول ما تشوف حمام الفراخ كده ميه كده تجري تجيب علاج، كده كده الطبيعي ان الفرخه بتعمل مرتين 3 4 كده حمام ميه في اليوم، عادي، مش ميه قوي يعني كده، يعني سايل شويه، عادي، ده طبيعي، يعني مش كل ما يعملوا لك شويه حمام كده سايلين تروح تجري تحط لهم ادويه. احنا بنربي حاجه نظيفه لعيالنا مش اكتر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.